خوتي 1000 درهم 1000 درهم اللي لقى واحد الببغاء بحال هذا إن بلاصه في بوزنيقه. بقى فيا الحال وشويه اللي قاصحه جوج حوايج. بقى فيا الحال وما عجبنيش الحال. هذاك اللي باع ليهم الببغاء دار الغلط. ثاني حاجه اللي هرب ليهم الببغاء يعني قاصحه انك تشري ببغاء. حنا كنعرفوا ببغاء كاسكو مدريسي وبشحال كيكون الثمن ديالو، راه الاثمنه ديالو كتكون معروفه الاثمنه ديالو. الاخوان ديالنا هاد الببغاء هذا باش شراوه يلا دازت عليه 2 اسابيع 15 يوم، دازت عليه 15 يوم هرب ليهم في اليوم الاثنين. هاد الاثنين هذا اللي كان معانا يوم الاثنين هرب. والسيده تواصلت معايا عشان كنقول لكم اخوتي البارطاج ديال الفيديو راه مهم بزاف، مهم انه كيوصل الناس محتاجين واقفين. ها السيده كتعطي 1000 درهم اللي لقى ليها البيروكي ديالها. خوتي انا غنخلي لكم التصاور، غتشوفوا معايا التصاور وغادي تسمعوا الاوديو ديالها وتسمعوا فوقاش شراتو. الغلط اخوتي اللي داروا السيد اللي باع السيده هاد البيروكي هذا هو انه ما جنحش الطائر ديالو. خوتي انا عندي ببغاء وكنقدر مثلا يعني نمشي معاه في الحوايج اللي هما ضروريين. لاحظوا معايا اخوتي هو يفتح الجناح ديالو ولكن ما غاديش يطير. علاش مجنح؟ شحال من واحد كنقول له راه ضروري انك تجنح الطائر ديالك باش ما تضيعش فيه، لان الببغاء يضرب واحد المده مثلا بحال دابا ببغاء الكاسكو مولف لاكاج وهادي يعني راه مده ديالو يقدر يصبر مثلا 4 ايام. هادي 4 ايام 5 ايام الا ما لقى ما ياكل 4 ايام غادي يموت وما نتمناوش ليه. ولكن الا لقى مثلا باش يديباني الحمد لله كاين شجر عندنا في المغرب كيقدر يديباني، ولكن ما اخر المطاف ديالو راه حنا عارفين. المهم باش ما نطولوش عليكم اخوتي بزاف، اخوان الله يجازيكم بخير. بارطاجي، ما عندكش الغرض ديك 1000 درهم تلقاها، ما عندكش الغرض بارطاجي، خلي واحد اخر يلقاه، ماشي انت ما عندكش الغرض ما تبارطاجيش باش واحد اخر ما ياخذهاش. الاخوان ديالنا انا ما عندي فيها لا ناقه لا جمال. غنخلي لكم النمره ديال الهاتف وغنخلي لكم التصويره ديال الببغاء. الببغاء راه واضح وباين. السيده كتقول اشنو هما المواصفات اللي فيه، كتقول شنو كيقول في الهضره. الاخوان ديالنا ويعني كتشرح كل شيء. هادشي هذا كامل نخليكم نتوما تسمعوه. والسيده كتعطي 1000 درهم ونخلي لكم رقم الهاتف. كنعاود لكم غنخلي لكم رقم الهاتف ديالها. كان معكم اخوكم مصعب فلوق كينغ بارو. بارطاجي الله يجازيك بخير باش نلقاو الببغاء في اسرع وقت. هذا دابا ثالث منشور اللي كندير على ضياع الببغاء. خلينا من المنشورات اللي كنت كندير قدامين وهذاك الشيء ما كنحسبوش. كنا الاخوان ديالنا بالدعم ديالكم وبالمعاونه ديالكم بعد الله سبحانه وتعالى قدرنا نلقاو ديك الببغاء اللي كان السيد كيحط الهديه ديالو ب 4000 درهم. الحمد لله لقيناه في 12 ساعه من بعد ما حطينا الفيديو. 12 ساعه لقينا البيروكي. لذلك المعنيين بالامر خوتي بارطاجيو الفيديو في الجروبات فين ما كان. بارطاجي الفيديو يوصل خصو يوصل باش نلقاو البيروكي لمولاتو ولا المولاه. المهم الاخوان ديالنا نتوما تسمعوا كلشي على عينيكم. ثاني حاجه من هذا المنبر اي واحد هرب ليه شي بيروكي يكون ديالو، ما يكونش عارفو هارب لشي واحد وجالس باغي يسيطر عليه. يكون شي واحد هارب ليه البيروكي يعطيني المعلومات ويعطيني الفيديو اللي كنتواصل معاه. ومن الاحسن الله يجازيكم بخير اللي بغى يتواصل معايا يصيفط لي الفيديوهات باش يبقاو بالكاليتي ديالهم الميسن عفوا تيليجرام اخوتي على رقم الهاتف ديالي اللي كاين على الشاشه. المهم الاخوان ديالنا هذا جهدي عليكم وهذا جهدي على اي طير كيهرب واي حيوان كيهرب. هذه المبادره اخوتي درتها من عندي واول واحد كيديرها والحمد لله. كنتمنى الناس الاخوان ديالنا يوتيوبرين ينوضوا ويديروا بحالها. يعني كنديروا بزاف ديال الحوايج كيداروا بحالهم الحمد لله. هذه هي المبادره. المهم يديروا بحالها باش الفراخ يبقاو تلقاو مواليهم واللي عنده شي فرخ ويبان ليه مولاه. المهم بغى يشد الهديه بغى يسمح فيها. بالنسبه لي انا نفهمكم. بالنسبه لي انا لقيت واحد الفرخ الا خسرت مثلا شي حوايج غنقول له فلان ها شنو خسرت عطيني ها شنو خسرت. صافي ما خسرت والو من هذا المنبر راه كنت واحد المره خديت واحد الاكليكتوس كنت خديته هذه في زمان كورونا واقيلا الا كنت شفت واحد اللايف. المهم كنت خديته كان واحد السيد بلا ما نذكروا شكون هو. كان واحد السيد شافوا عندي في اللايف قال لي مصعب الاكليكتوس ديالي هرب ديالي. هذاك الاخ اللي خديته من عنده عيت ما نشرط عليه لان خديته بواحد الثمن ماشي رخيص بزاف وماشي غالي. يعني كنت خديته بشي ما بقيتش عاقل واش خديته بشي 4500 والله ما بقيت عاقل.
وكان كيقول لي يعني انا لا جبت. المهم هاد القصه هادي باش ما نطولش عليكم، وكان خداه الاخ ديالنا، كان خداه والغريب في الامر انا نفهمكم، قلت عطينيها باش شريته، وبلي عطاني باش شريته يعني الثقه الكامله، يعني هذه بلي جيت حسبت الفلوس كيت 100 درهم ناقصه. المهم درنا باقي لحد الان ما كتبش نتلاقاو باش يعطيها لي ان شاء الله. المهم اخوان ديالنا، تحيه لكم وتحيه للمتابعين ديالنا ان شاء الله داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه للجميع، وكنتمنى شويه ديال الدعم اخوتي البيروكي يوصل للمولاه. عرفتي بويسه بوسه بوسه، عرفتي بوسه بوس بوس. المهم اخوان ديالنا، اللي عنده شي بيروكي يتهلا فيه، يتهلا فيه، وما قادرش تهلا فيه، ما قادرش تعتني بالفرخ ديالك، ما تشريهش، ما تشريهش نهائيا. اجدك لشي بيروكي. الاخوان ديالنا انا لقيتوني خدام على الفيديو، فاش خدام عليها هو خدام على الفيديو. السيده راه صيفط لا اوديو، الوقت كيدوز وعندي الشغل. المهم صيفط لا اوديو، هانتوما غادي تسمعوه على حسب النمره التليفون واش نحطها ولا لا. المهم شي حاجه تواصلوا معايا اخوتي ونتواصل لكم مع السيده. المهم حيت ضروري خصني الشاط ديال واحد كاين اللي ما كيبغيش يحط النمره ديالو. المهم اخوان ديالنا، اللي لقى ولا شي حاجه يتواصل معايا، هذا جهدي عليكم. السلام عليكم اختي، كنتسنى الرد ديالك الله يجازيك بخير. واش نحط النمره ديالك ديال التليفون، واش نحطها ولا لا؟ حيت ما هضرناش في هادشي هذا، ما عرفتش واش نحط النمره ديالك ولا ما نحطهاش. كنتسنى الرد ديالك الله يجازيك بخير. يعني كيهضر كيقول السلام عليكم، كيقول ملي كنقولوا ليه كوكي كيقول كوكي، ملي كنقولوا ليه طلع كيطلع. حنا حيت يلاه شريناه، داكشي علاش يلاه شريناه لحد 8 ايام ولحد 15 ونهار 2 هرب. ملي كنقولوا ليه يلا دخل كيدخل. ملي يعني بزاف د الحوايج كيقول لك. كيبدا يلعب، كنلعبوا معاه بزاف د الحوايج، يعني كيدور في الدار يعني عادي. والاخوان ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا القصه كيفاش غاديه والطريقه ديال انك يعني الا بغيتي تبحث على هذا الببغاء وكنتي في المنطقه وقدرتي تحصل عليه، ولا كانوا جوج الاشخاص يعني حاصل على هذا الببغاء، مثلا واحد المعاونه ديال الاخر، راه كيقسموا داكشي اللي كتعطيهم السيده. بالنسبه اخوتي رقم الهاتف هانتوما شفتوا، راه حطيت لكم الاوديو، راه هضرت مع السيده ولكن ما جاوبتنيش والوقت كيدوز، وعندي طلبيات اخرى ديال الناس اللي هربات ليها الببغاوات ديالها. باقي نحط واحد الفيديو اخوتي، واحد السيد هرب لواحد الببغاء، ما بقيت عاقل على المدينه فين هي. الببغاء الاخوان ديالنا راه طلبت من السيده انها تحط لنا فيديو، قالت لي نقلب على فيديو وغادي نشوف كيفاش ندير، نقلب لك على شي فيديو عند شي واحد مصور ونصيفطو لك. تاني حاجه التصاور اللي كاينين هما هادو الببغاء راه باين، يعني ماشي شي واحد اللي عنده ملامح باينه. بالنسبه ما كتشوفوا الحجم ديالو راه كرونطاي وجا كحل واحد شويه. بالنسبه المنقار ديالو جا كبير، وداك المنقار الامامي ديالو جا الطول ديالو زايد شويه، بالجناح ديالو بكلشي ديالو باين طائر، يعني ببغاء باين واضح واضح وضوح الشمس ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا سمحوا لنا بزاف وشكرا لنا، شكرا بزاف. وكنتمنى الاخوان ديالنا انكم تبارطاجوا معنا هذا الفيديو هذا باش تلقاو الببغاء في اقرب وقت ممكن. حسبوا ببغاء ديالك، حسبوا الاخ ديالك، حسبوا كيف ما بغيتي. المهم نحاولوا نلقاوه ان شاء الله. هادشي هذا مع الجميع.